صباح الفل، إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين. كنت حابب أتكلم معاكم على أكتر غلطة باشوفها في الشغل من ساعة ما أنا اشتغلت لغاية دلوقتي، تمام؟ وهي عمالة تتكرر كتير أوي، إن إحنا بنبدأ شغل من غير ما يكون عندنا تصميم واضح في أي تصميم أو في أي شقة بتتعمل. النتيجة بتكون إيه؟ إن أنا باقعد أهِد وأبني كتير أوي عشان أقدر أوصل للي في دماغ العميل، تمام كده؟ عشان تقدر ترتاح للبيت اللي أنت عايزه. فعشان كده كنت حابب أجاوب على شوية أسئلة من اللي بتطرح عليَّ بخصوص دخولي للسنة التامنة في مجالي كمهندس. ففي أسئلة كتير حابب أقولها لكم وحابين نشوف إجابتها مع بعض. أول حاجة، السؤال اللي بيوجع دماغي دايمًا، هو أنا دخلت المجال إزاي؟ بُصّوا، هو فكرة إن أنا دخلت المجال إزاي، دخلت من كلية هندسة عادي جدًا. انما الفكره هو انك تعيش المأساة نفسها. من صغري انا عايش في شقه الاوضه بتاعتها من غير، او اوضه النوم بتاعتي كانت من غير شباك ولا تهويه طبيعيه. بتاثر على نفسيتك، بتاثر على تركيزك، بتاثر على حتى طريقه نومك. ومش بس كده، كمان كان في تحديات في حياتي كتير، ان انا مثلا لما اجي انقل بيت جديد مثلا، نعمل تصميمات وديكورات ازاي واحنا عندنا اعمده في البيت مثلا، في العمود، وطريقه اعمل عليه ديكور ازاي كانت شغله طفل عند في اعدادي مثلا او ثانوي. فبناء عليه بدات افكر ليه ما تبقاش دي حياتي، ان انا اعمل تصميم حلو صح من الاول، ما ارميهوش لاي مقاول يبوظه او يضيعه، فيكون احنا عندنا مهندس يشرف على الشغل بتاعنا. وبناء عليه دخلت كلية الهندسة، وبناء عليه دخلت عمارة، وبناء عليه شغال في المجال ده. السؤال التاني، أصعب فترة عدت عليا. أصعب فترة عدت عليا هي فترة الكلية. دي فترة الكلية كانت صعبة، لأنه كان في فكرة ذهنية عندي إنه الكورسات دي حاجة مش مشروعة، مش قانونية. فإن أنا آخد كورس وأتعلم، لأ، أنت تتعلم الكلية بس. خلت فيا شخص مثابر، شخص بيحاول يتعلم من لا شيء. انما تعبتني سنين عمري ان انا فكره انا متاخر قوي عشان خاطر مش عارف اخد كورس، مش عارف اتعلم، مش عارف ادور على المعلومه ازاي. ممكن لو كان في حد ادانا الفكره او الخطوط العريضه اللي نبدا نشتغل من عليها، كان وفر عليا كتير قوي. السؤال اللي بعده، لو رجعت لاول سنه او رجع بيا الزمن، كنت اتعلمت ايه او اتعلمت ازاي؟ كنت هروح لحد آه، متخصص يشرح لي الدنيا في الهندسة وفي العمارة وفي الديكورات بتمشي ازاي، يمكن كانت وفرت عليا المجهود ده. طيب، السؤال المستمر يعني مستفز بصراحة، هو احنا ليه بنجيب مهندس يعمل لنا تصميم؟ التصميم ناس كتير قوي بتسأل كده، ليه يعمل لنا تصميم؟ ليه يعمل لنا ديكور؟ ليه ينفذ؟ ما احنا اهالينا طول عمرهم ما كانوش بيعملوا كده، ولا شفنا في اهالينا ان هم بيستخدموا مهندس. بنجيب عمو السباك يعمل سباك، عمو الكهرباء يعمل كهرباء. هرد عليك اجابه مختصره، ويمكن اجابتها في كل الكورسات اللي احنا بنديها. على ايامهم ما كانش فيه انترنت، على ايامهم ما كانش فيه مترو، على ايامهم ما كانش فيه رفاهيه، ما كانش فيه تلفزيونات. فاشمعنى عند المهندس وواقفه؟ طبعا الفكره بكل بساطه ان المهندس مش رفاهيه كمان زي الحاجات دي، لا بالعكس. المهندس هو المرشد ليك في العالم الجديد اللي انت هتعمله. البيت اللي انت بتبنيه او تعمله تصميم المفروض ده بيعيش معاك 20 30 سنه قدام، 50 سنه قدام، يدينا ويديك طول العمر. فالمهندس هو المرشد ليك عشان تعيش حياه مستقره وحلوه وكويسه لكن عدم وجود المهندس معناه ان حضرتك رايح في داهيه يعني عايش في بيت على خبره الصناعيه، مش على خبره مهندس ملم بكل شغل للناس بتاعت الديكورات. التصميم الاول ولا الموقع؟ سؤال حلو قوي. من الاخر، مفيش شغل يتعمل في التصميم لا يمكن تطبيقه في الموقع. فلو انا مهندس شاطر، أو مهندس متعلم، حتى لو انا شغلي مجرد تصميمات، مش بنزل الموقع، مش بنفذ، فلازم يكون عندي خبره الموقع. خبره الموقع دي اخدها بقى عن طريق كورس، او عن طريق ان انا انزل احتك بالموقع باي طريقه اخرى، عشان خاطر ان حاجه الماتيريال، الخامه، تكنولوجيا التركيب، كل ده بيفرق جدا 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 بالنسبه للتصميم. لو انا مصمم مش فاهم ده كله، بعمل تصميم هبل وشويه الوان. لكن لو انا شغال في الموقع بس من غير تصميم، فده معناه ان انا ماشي بالبركه.
الحيطة دي موجودة بامحّرها وبادهنها. طب الحيطة دي مهمة والّا مش مهمة؟ طب بكرة عايز أكسّرها عشان أوسّع براحتي. ما عنديش فكرة إن أنا عندي تفكير أو منهج منتظم للشغل بتاعي. طيب السؤال بقى الأصعب، هو الكورسات والّا الشغل العملي يا هندسة؟ الكورسات حضرتك بتاخد مفتاح العلم والثقة ومعرفة الصح من الغلط، بس كلّه نظري. لمّا بتنزل الواقع بتتعامل مع خامة، بتتعامل مع عميل، بتتعامل مع عامل، بتتعامل مع صنايعي، بتتعامل مع محددات الموقع. طيب لو خدت كورس من غير ما تنزل الموقع، مجرد كلام نظري، ما تعرفش تطبيقه، طريقة تحويله للواقع. لو رُحت للموقع لوحده، هتروح تاخد الخبرة من صنايعي أو العامل أو من مديرك أو المشرف اللي معاك أو. المعلومة ممكن تطلع صح، ممكن تطلع غلط. أنت معاكش المتر اللي تقدر تقيس بيه صحة أو غلط الكلام اللي أنت بتسمعه. فالكورس بيدّيك معلومة أو علم والخبرة العملية تدّيك تطبيق العلم ده. كمان ما توقّعكش مع الغلط، يعني لمّا تسمع الغلط تقدر تعرف إن ده غلط وما تمشيش وراه. العالم بيتطوّر ولو وقفت مكانك هتتأخر. طيب البرامج المعمارية والهندسية يا هندسة، SketchUp، Ray، 3D Max، AutoCAD، Revit، كل دي كفاية؟ كفاية جدًا إنك تشتغل بيهم. يعني إيه كفاية جدًا تشتغل بيهم؟ ممكن تشتغل مهندس freelancer، ممكن تشتغل مهندس تصميمات، ممكن تشتغل وأنت قاعد في مصر وأنت قاعد في مصر تشتغل في دول الخليج ممكن تروح تشتغل هناك كل ده، لكن دول كلّهم أدوات. مش كفاية إنك تشتغل بيهم من غير ما يكون عندك خبرة بالديكور، ما عندكش خبرة بالتشطيبات. لمّا بناخد الكومبو مع بعض بيبقى عندنا مهندس كومبو يقدر يشتغل في كل حاجة، أو لو اتخصص في حاجة هو فاهم كل حاجة تانية. ما هو الخامة اللي حضرتك هتتعلمها، اللون اللي هتختاره طبقًا للديكور، والstyle اللي هتختاره للديكور، وكمان الخامة اللي استخدمتها طبقًا للتشطيبات، وعرفت المقاسات بتاعتك والخامات والmaterial بتاعتك، خلاص بقيت أنت تقدر تعمل كل ده وتطبّقه وتحوّل أي حاجة عندك لواقعية. طيب مين اللي مناسب ليه اللي أنا باقدّمه؟ أنا باقدّم لكل الناس. يعني إيه كل الناس؟ مهندس حديث تخرُّج، مهندس لسه في الكلية، مهندس بقى له خبرة وعايز يجدد خبراته، م أي حد برّه المجال وعايز يخش المجال، حد عايز يشطّب شقته أو بيته مش عايز يجيب مهندس، هو هي عايزة يكون مثلًا عندها لمسة الديكورية بتاعتها، فنعلّمها إزاي تبقى مهندسة ديكور أو مهندسة تشطيبات، وبعد كده نبدأ تنفّذ زي ما هي عايزة. بعد 8 سنين خبرة، أنا باقرّر أشارك كل العلم اللي اتعلّمته، بكل الخبرات البسيطة اللي أنا اتعلّمتها، ونحطّهم على بعض علم ممزوج بخبرة وباقدّمها لك. عشان كده باقدّم كورس تشطيبات معمارية، كورس ديكور، كورسات برامج معمارية، Revit، SketchUp، AutoCAD، 3D Max، Ray، Lumion، كل الكورسات دي أقدر أقدّمها لك. حاجة كمان، أقدر أقدّم لك تصميمات معمارية وديكورية لو حضرتك مش عايز الكورس وعايز تاخد تصميم خاص بشكل. حاجة كمان، لو عندك أي استشارة في أي وقت، أنا باقدّم استشارات هندسية مدفوعة، تمام؟ فأي حاجة من دول أنا تحت أمرك. لو حابب تعلّم، هتحتاج تصميم، سيب تعليق أو ابعت لي على الواتساب وأنا هارُد عليك على طول. سلام.